تخيل كده، تخيل ان اكل اللحوم البشر بالنسبة لهم زي اكلك انت للجبنة واللانشون، عادي، ما فيهاش اي حاجة. الناس مش بتعرف تفرق بين لحم المعيز ولحم البني ادمين ولا حتى اي حيوان تاني. بس قبل ما نغوص في الرعب ده لازم اقول لك حاجة. الهند بلد غريبة جدا، فيها اللي بيعبد القرود، فيها اللي بيعبد الاصنام، وفيها حتى اللي بيعبد البقر. بس النهاردة هنتكلم عن قبيلة تانية خالص، قبيلة عايشة وسط الظلم، قبيلة شكلها كأنها من العصر الحجري بس عايشة معانا في الزمن ده. القبيلة دي بقى بتعمل حاجات انت ممكن تقرف لمجرد تسمعها. سمعت عن النيكروفيليا؟ الناس اللي بيمارسوا الجنس مع الجثث. ايوه، هي دي. هما بقى بيعملوا كده وبعدها بيحرقوا الجثث دي، بيتغذوا على لحم الانسان كأنها لحم الطبيخ، كأنك بتاكل لانشون. الناس دي عقلها تعدى حدود الجنون. القبيلة دي يا سيدي أصلها بيرجع للقرن ال18. جماعة كده اسمهم الكاباليكس، هو اللي معناها حملة الجماجم. كانوا بيقدموا ضحايا بشرية، بني آدم حي يتقدم كده كأنك بتقدم خروف العيد. وبعد ما الجماعة دي اختفت ظهرت طائفة تانية، طائفة اسمها الإيجور أو قبائل الإيجور. ناس مستحيل توصل لهم ولا حتى تشوفهم، بيظهروا 4 مرات بس كل 12 سنة. أما باقي حياتهم عايشين وسط الجثث، بيوتهم بيوت جثث، أكلهم جثث، حتى المايه اللي بيشربوها من جماجم بشرية يا راجل. الإيجور قرروا يتمردوا على كل قوانين البشر، لا حلال ولا حرام. هما بيصنعوا قوانينهم بنفسهم. بيعبدوا شيفا، ده إله مشهور في الهند. بيعتقدوا إن أكل لحم الإنسان بيطول عمرهم، بيديهم قوة خارقة. حتى الشرب مش بيشربوا إلا في جماجم بشرية حقيقية، جماجم بجد. كل يوم عندهم طقوس سوداوية وشيطانية، منها نيكروفيليا اللي قلتلك عليها. وبعدها يحرقوا الجثث دي وياخدوا رمادها ويدهنوا بيه جسمهم عشان يتقربوا من شيفا أكتر. آه. الطقوس دي بيعملوها في معبد غامض بيسموه الكاماكا ديفي، فوق جبل اسمه نيلاكال في كاراتي في شمال شرق الهند. محدش يقدر يشوف الطقوس دي ولا حتى حد يقدر يفهمها، كلها طلاسم سحر اسود. المعبد نفسه مركز سحر في الهند كلها. وبالمناسبة الناس دي دماغها عالية اوي على فكرة، مدمنين ماريجونا وحشيش، يعني عايشين في دماغ تانية خالص. علشان تبقى واحد منهم لازم تمشي على شروط مرعبة. تحب تعرفها؟ اول حاجة، تلاقي لك جمة بني ادم تاكل وتشرب فيها. تاني حاجة، تدهن جسمك بتراب جثث محروقة. وتالت حاجة ودي الأصعب، تاكل لحم بشري ني من غير طبيخ، ني، لحم بشري، وتعمل الطقوس فوق الجثة اللي كلت منها. بس قبل كل ده لازم تقطع علاقتك بالعالم كله، تبقى وحيد، من غير أهل، من غير صحاب، تنسى حياتك اللي انت كنت فيها الأول، تنسى كل حاجة كنت تعرفها قبل كده. ولما واحد من الأجوريين دول يموت مفيش حد بيلمس جثته، بيتحرق زيه زي أي ميت عادي. قمة في الاحترام لمقدسات الموت. الإيجور ما بياكلوش لحم بعض رغم كل الرعب اللي بيعملوه. الناس دي حياتها كلها تحدي لكل القواعد كل البروتوكولات اللي متعارف عليها بين البشريين أو الإنسانية بشكل عام. بيكسروا كل المحرمات، بيعيشوا بعقلية تانية خالص. ولو في يوم من الأيام صادف إن أنت روحت الهند وشفت واحد منهم، اهرب، اهرب. ما تفكرش تتكلم معاه ولا حتى تبصله. الناس دي يا صاحبي مجانين بمعنى الكلمة. وفي نهاية الفيديو لو الفيديو ده عجبك ما تنساش اللايك والسبسكرايب والاشتراك في القناة وفعل زر الجرس يا راجل. واستنانا في قصص أغرب ومرعبة أكتر. وبس كده، سلام.